لو ولادك بقى زي ولادي كده ما بيحبوش البصل ظاهر في الأكل أو الخضار ظاهر في الأكل، يبقى الوصفة دي ليكِ. هنعمل النهارده مع بعض صينية بطاطس بالفراخ جميلة جدًا هتعجبك، والصوص اللي فيها بقى ده في حتة تانية خالص، وكمان هنعمل جنبها شوية رز بالشعرية هيعجبوكِ أوي. نسمي الله كده ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعالي بينا نعمل أحلى صينية بطاطس بالفراخ ممكن تعمليها، طعمها بجد حكاية. بعد كده هاجيب الصينية اللي هاشتغل فيها وهانزل ببصلتين 2 كبار مفرومين ناعم، كمان طماطمية كبيرة مبشورة، وحوالي كده قرنين أو 3 فلفل حامي على بارد مفرومين ناعم في الكبة. البهارات بتاعتي معلقة كبيرة من كل حاجة، الملح والبابريكا والكزبرة والكمون، ونص معلقة من الفلفل الأسمر. وادعكي بقى البصل مع البهارات دي كويس جدًا لحد ما ينزل كل السوائل اللي فيه. هاخد كده جزء من التتبيلة بتاعتي دي كده هاتبل بيه الفراخ. أنا عندي هنا استخدمت فرخة كاملة، حبة وراك براحتك. أي قطعة في الفراخ حابة تستخدمها براحتك. الفراخ بتاعتي متنضفة ومغسولة كويس جدًا، وكمان منقوعة في محلول النقع. هاتبلها كده بجزء من التتبيلة اللي عملناها مع بعض وهاركنها على جنب. باقي كمية التتبيلة اللي عندي بقى، هاجيب بطاطس متقطعة حلقات حجم متوسط، لا هي تخينة أوي ولا رفيعة أوي، وكمية البطاطس هنا ترجع لِك. هاقلبها برضه في التتبيلة بتاعتي دي كويس جدًا، وبعد كده هارُص عليها الفراخ بتاعتي المتبلة. لو عندِك بقى طماطم فريش هتفرمي حوالي نُص كيلو من الطماطم. لو ما عندكيش زي كده، أنا ضِفت هنا صلصة بيتي أنا عاملاها، وضِفت عليها كمان كوبايتين 2 من المَيّة السخنة المغلية، تمام. ولو عندِك شوربة ممكن تضيفيها. أنا واحدة من الناس ما باحبش السوائل كتير في صينية البطاطس. أنتِ بتحبي السوائل كتير يبقى زوّدي عن كوبايتين من السوايل. بس أنا ضِفت الصلصة وعليها كوبايتين 2 من المَيّة المغلية. الفرن بتاعِك سخن درجة حرارة متوسطة شغّال من تحت بس، وهادخّل صينية البطاطس بتاعتي. حابة تغطّيها بورقة فويل تمام براحتك، بس أنا مش هاغطّيها ولا حاجة ومش هاشغّل الشواية. لو احتجتِ الشواية هاشغّلها في آخر 5 دقايق بس. وحوالي معلقتين أو 3 كده زيت على الوش. نسيب بقى صينية البطاطس بتاعتنا في الفرن كده مع نفسها، وتعالوا نعمل أحلى شوية رز بالشعرية بالمستكة. هنرفع حلة على النار فيها مكعبين 2 كبار من الزبدة، وكمان عليهم معلقتين من الزيت عشان الزبدة بتاعتنا ما تتحرقش، وفصين من المستكة. مجرد ما يسخنوا كده مع بعض وكمان المستكة بتاعتي تدوب، هانزل عندي بالشعرية وأقلبها، والنار بتاعتي تكون متوسطة لأن الشعرية من الحاجات اللي بتاخد لون بسرعة. وافضلي قلبي فيها كده زي ما قلنا على نار متوسطة لحد ما تاخد اللون ده كده. هانزل عندي بالرز مغسول ومتصفي كويس جدا من المية. وأنا واحدة من الناس باحب أدّي الرز كده تشويحة في الأول قبل إضافة الملح والمَيّة. ممكن برضه تضيفي الملح أثناء تشويح الرز بتاعِك. ولكل كوباية رز مصري كوباية من المَيّة المغلية. هتضبّطي الملح بتاعِك بقى حسب الرغبة عندِك، وبعدين انزلي زي ما اتفقنا لكل كوباية رز كوباية مَيّة مغلية. هاسيبه في الأول كده على نار عالية لحد ما يتشرب كل السوائل اللي فيه، وبعدين هاهدّي النار واسيبه لحد ما يستوي تسوية كاملة. الرز بشعرية العادي بتاعنا خالص وأنتم شطار طبعًا وعارفينه. الرز بتاعنا لمّا اتشرب السوائل اللي فيه كلّها هدّيت عليه النار وسِبته لحد ما استوى معايا وبقى بالشكل ده كده، مفلفل وكمان جميل. صينية البطاطس طلعت من الفرن ريحتها بجد جميلة جدًا هتعجبكم. الصوص بقى اللي فيها ده خطير. لو ولادِك بقى ما بيحبوش خالص البصل أو الخضار هياكلوا بجد صينية البطاطس دي وهتعجبهم أوي. مستنية بقى رأيكم في الكومنتات، ويا رب الوصفة بتاعتي النهارده تكون عجبتكم. ولايك وشير وكومنت جميل زيِّك كده يا قمر. وقبل أي حاجة طبعًا ما ننساش نصلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.